12 عادة هتحولك لست أكتر جاذبية. والحاجات دي ملهاش علاقة أبدا بشكلك ولا بلبسك ولا انت عندك كام في البنك. الحاجات دي كلها ليها علاقة بطاقتك. خليكي معايا عشان تعرفي ايه هي ال 12 حاجة دي وتبتدي تطبقيهم دلوقتي. ولو انت جديدة هنا، هاي، أنا اسمي مريم، وانا هدفي في القناة دي او هدفي في الحياة عموما ان انا اساعد كل ست ان هي توصل لاحسن نسخة من نفسها، وان هي تتواصل مع عقلها وجسمها وروحها عشان توصل للحياة اللي فيها بالانس. فلو دي حاجة تهمك اتمنى تعملي سبسكرايب عشان تدعميني وخليكي موجودة وتابعيني. طيب خلينا ندخل في اول حاجة بتزود طاقة الانوثة عندك، وهي لما تقعدي في اي مكان هتلاحظي ان الناس اللي بتسمع اكتر ما بتتكلم بتحسي ان هي فيها حاجة جذابة اكتر، في حاجة مختلفة فيهم. فاول حاجة هتكلم عليها وهي ان انتي حاولي انك تسمعي اكتر من ان انتي تتكلمي. لما تقعدي في اي تجمع ما تبقيش مستعجلة على ان انتي تردي وتتكلمي ويبقى عندك على طول الارج ان انتي تملي الفراغات بتاعة الكلام. طاقة البنت اللي قاعدة بتسمع وبتفكر اكتر من هي عايزة تعرف هي هتقول ايه في الجملة الجاية علشان تحس ان هي موجودة، طاقتها مختلفة تماما عن البنت او الست اللي بتقعد وتسمع وتتأنى قبل ما تتكلم. تاني حاجة ان انتي لازم تتعلمي ازاي تتحكمي في مشاعرك. مش اي حاجة تأثر فيكي، مش اي حد يقول حاجة تأثر عليكي. اوكي، البنت او الست اللي بتعرف تتحكم في مشاعرها عندها emotional intelligence، واثقة في نفسها، عندها طاقة مختلفة تماما عن البنت او الست اللي لما حد يقول لها حاجة تتعصب وتتنرفز، او لما يحصل موقف معين تغير طريقة معاملتها مع الناس. البنت اللي بتعرف تتحكم في مشاعرها طاقتها مختلفة، وبالتالي جاذبيتها بتبقى عالية. ودايما في اي مكان لما بيكون عندنا واحدة صاحبتنا هادية بتعرف تتحكم في مشاعرها، بتعرف تاخد اكشنز مظبوطة من غير ما ان هي تبقى overreacting every time، دايما بنحب ان هي تكون موجودة حوالينا لانها طاقتها مختلفة وعالية. ثالث حاجة وهي ان انتي لازم يكون عندك اهتمامات ويبقى عندك هوايات برا الشغل. اوكي، لما بتقعدي مع اي حد في اي تجمع، الناس اللي بتفضل تتكلم على شغلها what they achieved in life، عملوا كام الشهر ده، هيعملوا كام الشهر اللي جاي، البروجكت بتاعتهم عاملة ازاي، كل الحاجات دي مش دايما بتبقى مهمة للناس اللي حوالينا. لازم يبقى عندك هوايات برا الشغل، لازم يبقى عندك حاجة انت عندك فيها passion، حاجة انت مهتمة بيها، ان انت تكوني بتحبي ترسمي، بتحبي تعملي رياضة معينة، بتحبي تعملي هايكينج، بتحبي تطبخي. الناس اللي عندها هوايات طاقتها دايما عالية لان هي مش مركزة بس على الاتشيفمنتس، هي مركزة على ان هي ترفع طاقتها، فبالتالي الناس اللي حواليها كمان بيحسوا بده وطاقتها بتكون عالية وكمان جاذبيتها بتكون عالية. رابع حاجة مرتبطة بالحاجة اللي قبلها وهي have a life that feels alive. يعني ايه؟ يعني خلي عندك حياة تحسي فيها ان انتي فعلا عايشة. ما تخليش حياتك تفضل روبوتس، بعمل كذا الساعة كذا، بخلص كذا الساعة كذا، لا لازم اعمل ده دلوقتي. خلي عندك حياة اكتر فيها بهجة، لان ده بيأثر عليكي وعلى طاقتك، وبالتالي بيأثر على جاذبيتك. ان انت يكون عندك الابيليتي ان انت تقولي اوكي لبلانز جديدة، في ريستورانت فتح عايزة تروحي تجربيه، مبسوطة ان في حاجات صغيرة لسه بتبسطك. كل لما حياتنا لبره بقت اكتر بهجة واكتر سعادة، ده بيأثر علينا وعلى طاقتنا، وبالتالي بيأثر على جاذبيتنا، لان احنا اكيد مش عايزين نقعد مع ناس ما عندهاش حياة، او كل اللي بيتكلموا فيه هي الحاجات السلبية والسوسايتي والايكونومي والفلوس.
أكيد دي مش طاقة حد يحب إن هو يبقى دايما حواليها، لكن لما يكون عندك حاجات فيها بهجة أكتر، حاجات انت عايشاها وحاسة بيها وبمشاعرها، الناس كمان اللي حواليكي بتحس بيها، وده بيزود جدا جاذبية الناس ليكي. خامس حاجة وهي حاجة مهمة، ان انت assume everybody likes you. اوكي، يعني امشي في الشارع او اقعدي في اي تجمع وانتي في دماغك الناس كلها بتحبني وانا عاجبه كل الناس. اوكي، لما تembody المشاعر دي، لما تحسي بالمشاعر دي، بتعلي جدا ثقتك بنفسك، وبتخلي الناس اللي حواليك تحس قد ايه انتي واثقه في نفسك وفي حاجه فيكي مختلفه. لان انتي تخيلي معايا لو انتي قاعده في مكان وكل اللي انتي بتفكري فيه البنت دي بتفكر فيا ازاي، او الشخص ده بيحكم عليا جواه، او البنت دي بتبصلي بطريقه وحشه، او الناس دي بتتكلم عليا جوه دماغها بس مش عايزين يقولولي، او دول بينافقوني. كل الحاجات اللي انت بتقعدي تفكري فيها جوه عقلك وانت قاعده مع ناس او انت ماشيه في الشارع 99% منها مش حقيقيه. ناس كتير قوي ممكن تعمل تصرف بشكلها او بتقول كلمه ومتكونش اصلا قصدها. خليكي دايما واثقه في نفسك، واللي انت هتفكري فيه، اللي انت هتحسي بيه، الناس هتديكي نفس الاحساس. لو انت حاسه ان انت مش كفايه، او لو انت حاسه ان انت قليله في اي تجمع، او لو انت حاسه ان شكلي مش حلو النهارده، الناس هتحسسك بده automatically. اي حاجه هتحسي بيها هترجع لك تاني. ف assume everybody likes you، وده هيزود جاذبيتك جدا لكل الناس اللي حواليكي. سادس حاجه وهي please don't rush. ما تستعجليش وانتي بتعملي اي حاجة. تخيلي اي واحدة انتي تعرفيها او في اي تجمع بتعمل كل حاجة بسرعة، مستعجلة، بتفتح الشنطة بسرعة، بتاخد الكوفي بسرعة، وبالتالي تلاقي حاجة وقعت، حاجة اتلخبطت، حاجة في الارض. هي دايما عندها الانرجي بتاعت الانزايتي. مفيش حد بيتجذب او بيحب ان هو يكون حوالين حد دايما في توتر. اوكي، طاقة ان انتي تكوني مستعجلة دايما وبتعملي حاجة كلها rushing all the time، ده بيديكي طاقة anxiety، وبيبين ان انتي مش حاسة ان انتي متحكمة في حياتك. اوكي، وعلى العكس لما بتقعدي مع الناس اللي هي they're so elegant واثقين في نفسهم، تلاقيهم على طول بطاء قوي في كل حاجة بيعملوها. تمسك الكوباية ببطء، بتقرا ببطء، بتتكلم ببطء، وده بيرفلكت السلف لاف والسلف ريسبكت والكونفيدنس اللي جواها. اي بنت واثقة في نفسها هتلاقيها دايما بتعمل كل حاجة ببطء، لان هي مش مستعجلة، مش بتحاول تثبت اي حاجة. عادي بالنسبة لها رأي الناس it's okay، فبتاخد وقتها وبتتأنى. فلما تكوني دايما بتعملي حاجة without a rush، من غير ما تبقي مستعجلة، ده بيزود جدا جاذبيتك، وبيزود جدا ثقتك بنفسك. فاحرصي ان انتي في اي مكان خدي وقتك، اعملي الحاجة بلطف، اعملي الحاجة بفيمينينيتي كده، خليكي ليدي في كل حاجة بتعمليها. اوكي، سابع حاجة وهي ان انتي تكوني excited for life. اوكي، يعني ايه excited for life؟ يعني واحدة بتتبسط بالحاجات الصغيرة، واحدة مش بيهمها مثلا جوزها وديها في اغلى مكان او جاب لها اغلى هدية. البنات والستات اللي بتحب الحياة طاقتها عالية جدا وجاذبيتها عالية جدا. ان انتي تبقي قنوعة، وان انتي تبقي مبسوطة بالحاجات الصغيرة، زي مثلا ريستورانت فتح لسه جنب البيت عندك، فانتي were excited وعايزة تجربيه. او مثلا خروجة بسيطة، ناس بتروح ترسم مثلا وتعمل حاجة بسيطة، دي حاجة بتفرحك. الناس اللي بتحس بالحاجات الصغيرة في الحياة و they are so excited دايما بيبقوا مهتمين بالطفل الداخلي اللي جواهم، لسه الطفل الداخلي اللي جواهم لسه عايش، فالناس بتحس بده.
لان ده بيرفع جدا طاقتك وبيرفع جدا جاذبيتك، وكل اللي حواليكي بيحسوا بيه من غير ما انتي تعملي اي حاجة اكسترا. فما تكونيش واحدة من الستات الناشفة المتحجرة اللي هي لازم جوزي وخطيبي ياخدني في اغلى مكان، لازم يبقى عندي هدية غالية زي الناس اللي انا بشوفهم او زي صحابي. ان انتي تبقي قنوعة وراضية ومبسوطة بالحاجات الصغيرة، ده بيعلي جدا ثقتك بنفسك. ان انتي you feel that you're already enough inside، مش محتاجة حاجة من بره تيجي علشان تخليكي تحسي ان انتي you're worthy. اوكي، فالناس اللي بتتبسط بالحاجات الصغيرة دايما تلاقيهم already مبسوطين وحياتهم مرتاحة وثقتهم في نفسهم عالية، وبالتالي جاذبيتهم بتبقى عالية والناس بتحب جدا تكون حواليهم. تامن حاجة وهي ان انتي تبقي عارفة ازاي to agree not to disagree. يعني ايه؟ يعني لو انتي قاعدة في اي مكان وفي حد قال رأي مش عاجبك او عنده فكرة غير الفكرة اللي عندك، ان انتي بكل أنوثة تختلفي مع الرأي اللي قدامك بكل احترام بكل أدب. دي حاجة بتزود جدا جاذبيتك في اي مكان انتي فيه. في فرق كبير من ان انتي تختلفي مع حد بطريقة مش كويسة، بطريقة aggressive، بطريقة فيها تعصب. ده بيقلل قوي من أنوثتك وبيخليكي مش في أحلى مستوى طاقي انتي عايزة تكوني فيه. فبلاش لما حد يقولك على حاجة أو يختلف معاكي في الرأي ان انتي تتعصبي وتتنرفزي وتطلعي أسوأ ما فيكي، لأن ده بيفقدك جدا جاذبيتك. فخليكي دايما هادية في وقت الخلافات وعرفي تتحكمي في مشاعرك. رقم 9 وهي ان انتي توفي الوعود اللي بتحطيها مع نفسك. لان لو احنا مش بنوفي الوعود مع نفسنا، لو انا عندي boundaries حطاها مع نفسي ومش قادرة اتحكم فيها، ده بيقلل ثقتي بنفسي وبالتالي بيقلل جدا طاقتي وبالتالي بيقلل جدا جاذبيتي. يعني ايه اوفي بالوعود؟ يعني لو انا عندي ميعاد معين بنام فيه وخرجت، انا لازم في الميعاد ده امشي لان انا عندي باوندري. اوكي، لو انا مثلا في مكان معزومه فيه والناس عزموا عليا باكل، انا حاطه لنفسي حدود، ما باكلش الاكل ده دلوقتي، ده مش صحي بالنسبه لي، مش لازم تاكليه. اوكي، فان انتي تلتزمي بال boundaries اللي انتي حطاها لنفسك، ده بيعلي جدا من ثقتك بنفسك وبيظهر للناس ان البنت دي فعلا عارفة قيمتها، فعلا عارفة نفسها، فعلا عندها حياة وهي بتحترم نفسها. فلازم دايما توفي بالوعود اللي انتي حطاها لنفسك علشان نفسك، وكمان علشان ده بيزود جدا من طاقتك ومن جاذبيتك مع اي حد انتي بتقابليه. رقم 10 وهي خليكي اوكي مع السايلنس. يعني ايه؟ اتعاملي عادي مع الصمت. لو انتي قاعدة في مكان ناس كتير بتتكلم فيه وبعدين فجأة الناس كلها سكتت، بتحسي بايه في الوقت ده؟ بتحسي ان انتي عايزة تتكلمي، عايزة تملي الفراغات بأي حاجة وخلاص عشان تحسي ان انتي موجودة. عايزة اقولك انتي مش لازم تعملي كده. خليكي ريلاكسد مع الصمت. لما بتتكلمي مع حد وخلاص جت فترة في الكونفرزيشن ووقفت، it's okay، يعني take it easy ومش لازم تتكلمي وخلاص لمجرد الكلام. خلي اللي قدامك ياخد وقته وانتي كمان خدي وقتك. لو في حاجة عايزة تقوليها اكيد قوليها، لكن لو مفيش حاجة ضرورية في وقت الصمت ده الكام minutes او كام seconds مش لازم تمليهم، ده مش دورك. اوكي، فالناس اللي بتعمل كده اللي حواليها بيشوفوها قد ايه هي واثقة في نفسها، وده جدا بيعلي من جاذبيتك. الحاجة رقم 11 وهي حاجة انا بحبها قوي، وان انتي تضحكي على نفسك في المواقف المحرجة. اوكي، كلنا بيحصل لنا مواقف محرجة وكلنا بيحصل معانا حاجات في اوقات مش انسب حاجة، وبالتالي ردة فعلك في الوقت ده يا اما بتزود جاذبيتك وبتزود ثقتك بنفسك، يا اما بتعمل العكس. فلما يحصل معاكي موقف محرج،
حاولي ان انت تضحكي على نفسك وتبيني ان انت اوكي، لان انت you're اوكي، علشان كل الناس بيحصل معاها مواقف محرجة وده عادي جدا. لكن ما تتأثريش، ما تحسيش ان انا شكلي وحش قدام الناس، الحاجة دي اثرت عليا، هيقولوا عليا ايه. لا خالص. لو حصل معايا حاجة مثلا انا بشرب كوفي وقعتها على هدومي it's okay، اضحكي على نفسك عادي، يعني اتعاملي بطفولة اكتر. والحاجة اللي حصلت معاكي دي اعرفي ان هي ممكن تحصل مع اي حد في العالم. فاول ما هترياكت بحاجة فيها عصبية او بحاجة فيها قلق او خوف من الناس هتحكم عليا، لا خالص. لما تعملي حاجة زي كده هتقللي جدا جاذبيتك، لانك هتقللي جدا ثقتك بنفسك. فعايزاكي تضحكي على نفسك في المواقف المحرجة، ده بيزود جدا من جاذبيتك حوالين الناس. الحاجة رقم 12 والأخيرة، وإن انتي تعرفي تاخدي قرارات من غير ما تاخدي رأي حد. خدي قرارات بنفسك. اوكي، يعني ايه؟ يعني لو انا عايزة اروح اشتري اوتفيت مثلا معين ومعايا حد من صحابي او معايا ناس، مش لازم اقول لهم ايه رايكم، ده شكله حلو قوي، ده مش حلو، ده شكله حلو عليا، ده مش حلو عليا، طب متخني، طب مرفعني. مش لازم تعملي كده. ده حاجه يعني example very simple على قصدي. مش لازم تاخدي رأي الناس في كل حاجة انت بتعمليها. مش لازم تفتحي المنيو وتسألي انت هتاكل ايه او انت هتاكلي ايه وانا هاكل زيه او هطلب زيه. لا، لازم يبقى عندك قرارات بتاعتك انت، لان ده بيبين ان انت عندك شخصية وان انت عارفة انت بتعملي ايه، ومش مهم عندك رأي الناس. وده بيزود جدا من ثقتك بنفسك، وكمان بيزود جدا من جاذبيتك. ولو عايزة تعرفي اكتر على ازاي تاخدي قرار وازاي تعملي حاجة كبيرة، قرار مصيري ممكن يغير حياتك، هسيبلك الفيديو ممكن تتفرجي عليه. شوفي اللينك تحت، اكيد هيفيدك في ان انتي تاخدي قرار لو القرار ده مصيري وهيغير حياتك. لو استفدتي من الفيديو اتمنى ان انتي تعملي سبسكرايب وتخليكي موجودة معايا علشان تستفيدي كمان من الفيديوهات الجاية. ويا ريت تقولولي في الكومنتس لو عندكم اي مواضيع معينة عايزين تتكلموا فيها، قولولي عشان انا حابة اتكلم في اي حاجة انتوا عايزين تتكلموا فيها. فروحي تشوفي الفيديو بتاع ازاي تاخدي قرار مصيري، او لو مش هتعرفي تشوفيه دلوقتي it's okay. اشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.